مرحب. اليوم بدي أخبركم قصة صارت معي مع السيد محمد مصطفى سنة 2001. سنة 2001 مرة قررت أطلع على حمينة تحتها بجنوب عند السيد محمد مصطفى، لأنه كنت أسمع أنه أنت لحتى عن جد ينقال عنك شاعر لازم يعمدك شاعر كبير. فأنا قعدت كتبت، ما خليت شي ما كتبت، وكتبت قرادي موشح، قصيد قصير، قصيد طويل، شروقي، معنى، حدا، كل أوزان الزجل كتبتهم ومجهز حالي وحافظهم، وطالع لفوق لحتى سمعوا للسيد واسمع منه. فطلعت لعنده، كان هيك ببيته عنده برندة هيك واسعة شوي، قعدت عنده على البرندة. فبلشت سمعوا زجل. الله يرحمه كان نظره صار على قده، كل شوي يغمض بعيونه يعمل لي اكمل اكمل اكمل. صرت كمل. اخر شي هيك يمكن 7 8 دقايق شوي سمعوا معنا، شوي سمعوا، قلت له الرادية بتذكرها. شكلت ما عادش بتذكر كل شيء قلته، لحد ما اجى وقت قال لي وقف، قال لي برافو عليك انت شاعر، بس انت ما عندك صوت وانت ما فيك تطلع على المنبر، لازم تشتغل على صوتك. انا انبسطت، قمت قعدت دردش معه وسألته سؤال. قلت له مين أصعب خصم على المنبر، ومين أكتر خصم أنت بتحب تجاوبه؟ قال لي هي ما فيها نقاش. قلت له ليش؟ قال لي في ناس بيقولوا خليل روكوز، ناس بيقولوا حنا موسى، ناس بيقولوا زين شعيب، ناس بيقولوا فلان الفلاني. قال لي أهم من موسى صغيب على المنبر ما في. قال لي وأصعب من موسى صغيب على المنبر ما في. قلت له يعني سيد ليش هالقد صعب؟ قال لي لليوم ما بتعرف كيف بده يجاوبك. قال لي مثلا خلينا نعتبر انت عم بتغني مع اكس شاعر، قال لي انت بتكون خلص بتكون تعرف اسلوبه كيف، سامعه قبل، بتعرف شو هيجاوبك. قال لي موسى ما عنده هذا الشيء. قال لي يوم بيحكيك فلسفي موسى، يوم بيحكيك مرجلي، يوم بيحكيك وجدانيات، كل يوم بيحكيك شيء. قال لي موسى هو أهم وأقوى خصم ممكن واحد يواجهه. قال لي أنا دايما بس نحضر الحفلات أنا وموسى، أصعب حفلاتي هي بتكون. قال لي أنا بنبسط مع موسى. قال لي شغلة كمان، قال لي دايما آه أنا بترك الخصم ينقل الموضوع. يعني بغني ردي أو بتاني ردي أو بتالت ردي أنا مثلا بخيره للخصم، مثلا مثل ما عمل مع الزغلول بالمدينة الرياضية، بين القناعة والطمع حطوا حدود، وحد اللي بدك اياه دق له الجرس. قال لي موسى ما بيقبلها هاي، موسى هو بده يخيرني بالموضوع. قال لي في 2 كانوا يعملوها هاي الحركة، هن موسى وخليل روكوس بس. قال الباقيين لا، انا بخيرهم وبكفوا. قال لي دايما انا بحب نقي الموضوع الاصعب. قال لي موسى بالعكس، موسى هو اللي بينقي الموضوع الاصعب. فحبيت هيك خبركم هاي القصة. الله يرحم السيد والله يطول بعمر موسى صغيب. وشو عندكم رأي بالموضوع؟ خبروني.